السلام عليكم. الترم اللي فات كان علينا ماده اسمها انفورميشن سكيورتي اللي هو امن المعلومات. الماده دي كانت بتتكلم عن ازاي الداتا بتتشفر يعني وكده. كان في 12 طريقه لتشفير البيانات. المهم انا ذاكرت اول 10 طرق بس. لسبب ما انا ما ذاكرتش الاتنين الاخر، انا مش عارف ليه ما ذاكرتهمش. واكدت لنفسي ان الدكتور مش هيجيبهم، وكاني انا اللي حاطط الامتحان، يعني وكاني انا اللي هحط امتحان. المهم، جاب لي امتحان بنص ساعة، فبسأل حد صاحبي يعني بقول له الدكتور هيجيب الاتنين الأخر دول؟ قال لي أيوه، ده مأكد في المحاضرة، مأكد في المحاضرة إن هو هيجيبهم يا ابني. قال لي والله مأكد. سألت حد يعني تاني فقال لي أيوه للأسف مأكد الدكتور هيجيبهم في الامتحان. المسألتين خطواتهم كبار، يعني ما فهمش حاجة بس هم خطواتهم كبار وبتاع. وأنا صراحة كسلت، مش عارف، يعني مش عارف كسلت ولا طنشت، هما الاتنين واحد يعني. المهم ما ذاكرتهمش. آه، كان في حاجه ساعتها بس انا مش فاكرها والله، خلتني ما اذاكرهمش. المهم انا قلت يا رب والله يا اخوان ده حصل، انا متضايق لان انا عايز اجيب عايز اجيب تقدير في الماده دي، عايز اجيب فيها تقدير كويس، يعني انا عايز فيها امتياز، مش عارف ليه الماده مهمه، ماده في مجالنا وكده، فماده مهمه. قلت يا رب يا رب يا رب ال- السؤالين دول ما يجوا، يا رب ما يجوش، انا مذاكر 10 ويا رب ما يجوا باي طريقه بقى من الطرق ما. المهم بس انا لقيت انا كنت صادق في الدعوه. المهم دخلت الامتحان، الباشمهندس عطتني البوكلت وبدات احل. البوكلت كان 10 8 ورقات، بدات احل وبتاع فخلصت. طلعت بقول للجماعه يا اصحابي يا اخوانا يعني المسألتين ما شفتهمش. قال لي يا عم والله كانوا موجودين في الامتحان. هو قال لي كده وانا اتصدمت، يا ابني ازاي؟ والله العظيم انا فضلت ادور عليهم في الامتحان ما لقيتهم. قال لي لا والله موجودين. انا احلف هو يحلف، ورحت ايه للمعيده قلت له بعد اذنك بس اديني البوكلت كده اشوفه، لان جايت مش هينفع. قلت له خلاص شوف انت بس البوكلت، شوفي كام ورقه. قال لي ده البوكلت بتاعك 7 ورقات، اخر ورقه مش موجوده اللي هم فيها سؤالين مش عارف ايه. قلت له انا طب دي مشكله عندهم هم مش مشكله عندي انا. قالت خلاص اروح ايه للدكتور. رحت للدكتور قلت له يا دكتور، حصل واحد اتنين تلاته وانا السؤالين دول انا عارفهم، كدبت يعني للاسف. المهم يا دكتور السؤالين دولت الورقه اللي موجود مش موجودين، يعني مش موجودين عندي في الامتحان. قال لي ازاي مش؟ قلت له والله ما اعرف يا دكتور، هو البوكلت جاني كده والمسائل اللي في البوكلت حلتها. قال لي خلاص روح انا هديك ال 10 درجات، ال 15 درجه، هو كان عندهم 15 درجه من 60، كان عندهم روب الامتحان يعني. انا بعد ما قال الدكتور، ما بعد ما قال لي كده انا فكرت كده. والله يا اخوانا اقسم بالله انا ما فرحتش، ما فرحتش على 15 درجه على قد ما فرحت ان ربنا سال له دعاء المهم ايا كان الدعاء بقى، لان انا دعيته بصدق نيه. فالشاهد من الموضوع، وطبعا دي حاله نادره ان تحصل، نادره تقريبا مفيش حد حصل معاه الموقف ده، نادرا يعني ان الموقف ده يحصل. فالشاهد في الموضوع اللي انا عايز اقوله لك، لما تيجي تدعي ربنا ما تخليكش متذبذب، ما تخليكش اللي هو يا رب انا عايز، لا ادعي يا رب انا عايز واحد اتنين تلاته اربعه. مستحيل عليك، لا هو مش مستحيل عليه، ربنا سبحانه وتعالى مش مستحيل، قادر ان هو يحقق لي اي حاجه، رب المستحيلات، هو رب الكون. مالكش دعوه ربنا هيحقق الحاجه دي ازاي، خليك بس انت متاكد ومتاكد كده ان ربنا هيحقق الحاجه دي وهي هتتحقق باذن الله. اخوانا انت لما تتعامل مع المدير عندك في الشركه بتسيب كل امور الشركه عليه، لان انت شايف ان ده المدير، هو متخصص عنده خبره 30 40 سنه في اداره الشركات، هو ده المدير. ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى طبعا، ربنا هو المدير، هو القائد، هو اله هذا الكون، هو اللي خالق هذا الكون، هو اللي عارف مين محمد ومين احمد ومين عارف مين ابراهيم، وعارف كل الناس دي، وعارف مين، وعارف الخلق اللي هو خالقها، عارف مين النيه الطيبه ومين النيه السيئه، ومين اللي صادق في دعائه ومين اللي مش الصادق، ومين كل عارف، هو ربنا عالم بكل شيء. فلما تدعي خلي نيتك قويه مع ربنا، او خلي يقينك بالله قوي ان ربنا هيستجيب لدعوتك. فادعي اللي انت عايزه، ادعي اللي انت عايزه في الايام دي لعل وعسى تكون ليله القدر، وتستجاب دعوتك وتتفتح ليك باب القدر، زي ما انت اسمها ايه بتاع بوابه ايه بوابه القدر. المهم، آه ادعي وسيب طريقة الاستجابة لربنا سبحانه وتعالى. ازاي ربنا هيستجيب؟ ربنا فوق، ما مالكش دعوة، انت مالكش دعوة بالنتيجة، خليك بس انت ادعي بقلب صادق ومتأكد ان ربنا هيستجيب، بس مالكش دعوة. اللي انا ادعي زي ما تشاء، عند اللي انت عايزه اعمل، واللي انت عايزه ادعيه. وخد بالك يا ربنا لو بيحبك هيستجيب الدعوات اللي فعلا مفيدة ليك.
لو لو ربنا مش بيحبك هيسلط عليك نفسك، ممكن يستجيب لدعوتك، ممكن يستجيب لدعوتك وتتضر بيها. فخد بالك من النقطه دي. فاللي عايز اقوله لك، ربنا لو استجاب لدعوتك خلاص، هو شاف ان دي حاجه صح ليك. لو ما استجابش لدعوتك، اتاكد وتاقن بنسبه 100% ان ربنا شايف ان الحاجه دي فيها ضرر ليك، فربنا عشان كده ابعدها عنك. والله العظيم انا اعرف مدرس كنت قاعد معاه فبكلمه، هو كان في علم علوم، فبقول له انت لو رجع بيك الزمن تخش تبقى تكمل يعني في مجال التدريس، ولا تخش طب؟ قال لي والله لو عرضوا عليا طب دي ببلاش، لو عرضوها عليا كده انا ما اخشها. يا دكتور يا استاذ ده قال لي خلاص انا شايف انا لقيت رزق هنا. ومع ان الاستاذ ده هو كان بيحكي لي، يعني يقول لي والله يا محمد انا كنت دايما بقى بدعي ربنا ان اخش طب، ما ربنا ما رضيتش ان انا اخش طب، وبقى مدرس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني، فاهمني؟ فدايما ربنا سبحانه وتعالى بيختار المناسب ليك والملائم ليك. مالكش دعوه بقى هو ربنا شايف، مالكش دعوه ربنا حاجه دي ازاي، مالكش دعوه ربنا مش بيستجاب لي دعوتي دي دلوقتي، مالكش دعوه، هو هيستجيب ليك بس في وقت معين، في وقت مناسب ليك. عشان في دعوات احنا بندعيها احنا كبشر مش مدركين النتيجه بتاعتها، وممكن النتيجه يبدو ان هي، او اللي احنا شايفينها الدعوه دي، شايفين الدعوه دي كويسه لينا وان احنا عايزين الحياه دي في الوقت ده، وربنا شايف ان لا، هي ضرر ليك. على سبيل المثال انت ممكن تدعي بفلوس، يا رب ارزقني فلوس 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 فلوس، ولو ربنا استجاب لدعوتك في التوقيت ده، في ان انت ما عندكش حكمه في اداره الفلوس، وممكن يديك الفلوس اللي انت عايزها تدمر بقى حياتك. فعشان كده ممكن ربنا مثلا يكون ماسك عليك في فلوس، او مش رازقك بفلوس مثلا، انا بدي مثال يعني، ربنا مثلا ماسك عليك فلوس او مش فقير يعني، او معكش الفلوس الكافيه في وقت من الاوقات، ربنا يفتح عليك مره واحده. ايه اللي حصل؟ هو ربنا كان شايف ان الفتره دي، الفتره اللي انت كنت فقير فيها دي، هي فتره تاهيل لفتره تانية انت تكون فيها غني. انت فاهمني؟ ف... فاللي انا عايز اقوله لك، لما تدعي ربنا خليك قوي، وخلي عندك يقين في ربنا ان هو هيحقق لك دعاك، حتى لو الدعاء مستحيل يستجاب بالنسبه لك، فان دي مش بتاعتك انت، بتاع ربنا، بتاعت ربنا. هو اللي قال كده، هو اللي قال في كتابه كده، ادعوني استجب لكم. يعني في كتير من الايات، ادعي على طول الاستجابه، على طول استجب لي، ادعي بس مالكش دعوه. ازاي مالكش دعوه برضو؟ حاجه، طب ما مالكش دعوه برضو اخوان انت، لا الكافر اللي لا يؤمن بالله اصلا، والملحد اللي برضو اللي لا يؤمن بوجود الالهه، الناس دي لو رجعت عن تفكيرها ودخلت الاسلام وصلت وصامت وبتاع وتعبد لربنا ودعم ربنا هيستجيب لدعائهم، ربنا هيستجيب لدعائك. انت بس ادعي وتيقن، ويتيقن بنسبه 100% ان انت بتدعي رب قادر على تغيير كل شيء. خلي عندك الثقة دي، خلي عندك اليقين ده، خلي عندك الثقة واليقين في ربنا، ان هو قادر ان هو يغير لك كل حاجة. وبس لعل عسى. انا خدوا بالكم يا شباب، انا شخص غير مؤهل ان انا اكلمك عن ربنا، يعني انا غير مؤهل ان انا بكلمك عن المولى عز وجل، انا غير مؤهل لكده. بس انا بحكي لك موقف بسيط حصل معايا، انا بحكي لك من التجارب البسيطه اللي حصلت معايا. وربنا طبعا يعني صفاته لا تعد ولا تحصى، كرمه لا يعد ولا يحصى. احنا مش هنقدر نعد النعم اللي ربنا انعم بها علينا. احنا مشكلتنا ان لما بيحصل مشكله، او لما بيحصل صعب، لما ربنا مثلا يسخط علينا في شيء، في حال من الحياه يعني، بنتضايق طب يا ابني، طب ما هو ربنا اعطاك حاجات كتيره قوي، طب ما هو في نعم كتيره، ليه باصص للنقطه السوداء دي؟ طب ما هو ربنا فيه فتح عليك حاجات كتيره قوي، ليه ما تبصش للحاجات التانيه دي؟ لا هو انا عايز دي. يا ابني طب ما هي مش حلوه ليك دلوقتي، لا ما فيفضل العبد معاند مع نفسه لحد ما يكتشف بعدين، هو ربنا سبحانه وتعالى كان مش راضي يستجيب لي عشان كده، فتتعلم الدرس بعدين.